ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا المطبخ وحبايبي. النهارده اللهم صل على النبي اعمل لكم مفتقه، وخليكم معايا وشوفوا الطريقه. العسل قدامكم اهو، والسوداني اهو، والكركم اهو، والسمسم اهو، وطبعا الحلبه المطحونه اللي هي المره دي، كوبايه زيت، كوبايه دقيق، طبعا شمر وينسون وكرابيع. طبعا الزيت اهو هحط عليه الدقيق كده اهو زي ما انتم شايفين كده، هقعد اقلب فيه كده اهو كده. هقلب الدقيق كده زي ما انتم شايفين، مفيش بتاع 3 دقايق واحطه على العسل، وهرفع العسل شويه يغلي في بعضيه كده، واقوم حاطه طبعا ايه كل الحاجه اللي انتم شفتوها، التحويجه كلها اللي انتم شفتوها اهي. هسيبه كده يعمل في بعضه شويه اهو. بص بيغلي ازاي اهو كده، يغلي كده ببعضه، واقوم حاطاه على العسل. هقعد اقلب فيه طول ما انا واقفه عشان ما يكلكعش اهو زي ما انتم شايفين. العسل ده للعسل، ها احطه على العسل. طبعا العسل اهو قدامكم زي ما انتم شايفين، وادي ايه الدقيق اللي هو بالزيت اهو كده زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. اديني فضيته قدامكم. طبعا احط ايه التحويجه طبعا بتاعته، احطه على النار في بعضيه، وبعد كده اوريهولكم انا بحط ايه التحويجه اللي انا وريتها لكم. على فكره انا بعمله يعني لسه اهو ما اتعملش على النار، ريحه المفتقه طالعه، ريحتها في منتهى الجمال. الفتقه دي حلوه لعيالكم وليكم تفطروا بقى على الصبح كده اهو. ادوا كل عيل وراح المدرسه معلقه منه، يبقى فايده. طبعا اهي غلت قدامكم اهي زي ما انتم شايفين اهي. بص اهو خفيف اهو قدامكم. لما احط الحاجه طبعا مع الغليان هيبقى حلو ما يبقى اهو. ادي السمسم فضيته قدامكم اهو، اقعد اقلب طول ما انا واقفه كده، اقعد اقلب. طبعا احط ايه تاني؟ طبعا افضي السوداني اهو قدامكم طول ما انا واقفه، اقعد اقلب كده اهو. احط طبعا التحويجه كمان قدامكم اهو. انتوا شايفين طبعا التحويجه حطيتها قدامكم. هسيبها 5 دقايق تاني واطفي عليها اهي. تدوها لعيالكم على ريق الصبح وهم خارجين رايحين المدارس، معلقه معلقتين، تعملوا لهم سندوتش انتوا تاكلوا منها. جميله اهي، ريحتها تحفه، الريحه بتاعتها جميله تحفه 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 والله اهي. ايه رايكم اهو اهي؟ شفتوا؟ اهم حاجه السوداني والتحويجه تكون ايه مظبوط. هحطها طبعا في الاطباق او في المطرمات واوريها لكم شكلها عامله ازاي، بس تبرد. طبعا ايه رايكم؟ شفتوا كده شكلها عامله ازاي؟ ادينا انا لسه طافيه عليها وقلت اوريها لكم قبل ما اعبيها في المطرمات. ايه رايكم؟ يا ريت تجربوها وهتعجبكم والله. الريحه يعني مش هقول لكم خارجه في الشارع بره. ادي شكل المفتقه بعد ما خلص، وشوفوها وقولوا ايه رايكم. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعملوها، تنفع عليكم ولعيالكم. وقولوا لي وابعتوا لي في التعليق، واللي رفع الجرس والجديد عندي اشترك في القناه.